اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة. تعالوا بقى نشوف النهاردة يومنا هيمشي ازاي. حيرة كل يوم هنتغدى ايه، هنعمل ايه. احنا لسه عاملين الغدا ده امبارح، احنا لسه اكلين الغدا ده من يومين. بجد تعبنا من حيرة هنعمل ايه كل يوم على الغدا. ده احنا كمان بنبقى لسه متغديين وعايزين نحضر الغدا بكرة، عايزين نطلع حاجة من الفريزر تفك، يا اما عايزين نشتري حاجة لبكرة. يعني معاناة، وأكيد كلنا عارفين كده. بصوا بقى، أنا قلت النهاردة هعمل مكرونة وارش عليها عصاج اللحمة من فوق، مكرونة بالريد صوص، مكرونة بالصلصة. أنا بقى هنا في طاسة حطيت البصل لحد ما خلاص دبل ولونه بقى بني، ونزلت عليه بحوالي 200 جرام من اللحمة. وفي حاجة تانية حطيت برضو البصل عشان هعمل شوية صلصة صغيرين، لأن أنا أساسا كان عندي صلصة شايلاها في الفريزر، بس قلت مش هتكفي فعملت معاها شوية كمان. الطاسة اللي هناك دي بقى حطيت فيها اللحمة، ولازم اقلبها كويس عشان اللحمة ما تكونش متكتلة، تكون فكة كده مع نفسها وحلوة. كان هنا البصل في الحلة التانية خلاص لونه غمق خالص، ولازم الصلصة تنزل عليه في الوقت ده بدل ما يتحرق مني وتبقى نصيبة. لا هو كفاية عليه كده خلاص. رحت بقى عديت ضربة للطماطم سريعة كده علشان ما يكونش فيها اي حاجة، وانزلي بيها على البصل هنا بقى وشمي الريحة. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم في الأكل اللي أنا بعمله. هنا نزلت الطماطم بقى واديتها تقلبتين كده وهسيبها تتسبك على مهلها علشان نشوف هنعمل ايه تاني. انا جوزي في الوقت ده قال لي انا مش عايز مكرونه باللحمه المفرومه، انا عايز مكرونه وكفته، فانا اضطريت ان انا اطلع لحمه مفرومه تاني علشان اعمل له هو كفته. هنا بقى تعالوا نعمل الكفتة مع بعض، طريقة هتعتمديها لو جربتيها من كتر حلاوتها وسهولتها، وانها كمان بتضاعف كمية اللحمة المفرومة اللي انتي حطوها. انا هنا حاطة حوالي 120 جرام من اللحمة، يعني حوالي 8 كيلو لحمة، نص الربع. حطيت عليه مقدار بصلاية كبيرة كده تبشريها بشرة حلوة، وملح وفلفل وبابريكا وكركم. كركم هنا في الكفتة بيبقى خفيف مش كتير. وحطيت معلقتين كبار من الفيجيتار على حسب انت عايزة الكفتة حامية ولا باردة. عايزاها حامية هتحطي فيجيتار عادي، ما عندكيش فيجيتار عادي هتحطي طبعا شوية شطة. بس المكون الأساسي عندي في الكفتة هنا هو الفيجيتار، بيودي الكفتة في حتة تانية يا جماعة، بيخليها شبه الكفتة اللي بنشتريها مغلفة دي، تحفة تحفة تحفة. جربوها وقوليلي رأيكم. الأول اديتها تقريبا بالمعلقة كده علشان كل الحاجات بس تدخل مع بعض، وبعد كده لازم نديها عجنة بإيدينا كده علشان النسيج بتاع اللحمة ما يتفتتش منك لما تحطيها على النار. لازم تكون خلاص اندمجت كلها مع بعض. هاتي الطاسة بتاعتك وحطي صوابع، يا ريت الصوابع بتاعت الكفتة تخنيها شوية علشان بتفرق في السوا. بصوا بقى الكمية بتاعت اللي انا قايله لكم عليها طلعت لي كفتة قد ايه. هما مش كتير بس بالنسبة للكمية اللي انا حطاها فكمية حلوة. وانا كنت المفروض كمان اعملها بالمسلة او باي حاجة من السياخ، بس انا كسلت وحطيتها كده. لو عندك سيخ حطيها فيه، وخلي برضو الكفتة تكون الصبع بتاعها مليان هتطلع معاكي تحفة. ما عندكيش سيخ هاتي المسلة اللي احنا بنسن بيه واعملي بيها وهتبقى برضو معاكي حلوة قوي. يلا انا خلصت الكمية ويلا نرفعها على النار ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. انا هنا حطيت حلة فيها مية عشان اعمل المكرونة، والكفتة هنا هحط عليها رشة زيت بس كده علشان تتشوح. وانا بقى هكون بحضر لها هنا في الوقت ده طماطم وبصل متقطعين شرايح. يا جماعة الخطوة دي بتخلي الكفتة طاسة كفتة في حتة تانية، من ريحة ومن طعم ومن حاجة فظيعة، لازم تجربوها. هنا الصلصة خلاص كانت اتسبكت او فاضل لها شوية صغيرين، فانا هسيبها على النار شوية تاني. حطيت بقى في الحلة ديت الملح وهنزل بيه المكرونة. نسيب بقى المكرونة كده، لازم اقلبها تقلبتين واسيبها تستوي مع نفسها. الكفتة بقى كانت خدت لون وكمان قلبتها، واللحمة المفرومة اللي هناك دي استوت كده. بصوا بقى زي ما قلت لكم هنقطع طماطم وبصل على حسب ما انتوا عايزين، اكتر من كده قطعي. بس زي ما انا قلت لكم الطاسة دي انا عاملاها لجوزي يعني، مش ناس كتير هياكلوا بيها. فبعد ما حطيتها يا دوب البصل ياخد بس من
الجو اللي هو محطوط فيه كده، وتقلبوا تقلبتين مع بعض. اول ما لون البصل يبتدي يغير للون البني زي ما انتوا شايفين كده، البني الفاتح، يعني هو لسه ما دبلش جامد ولا اي حاجة، هنزل بنص فنجان من المية. الحركة دي بقى بتعمل ايه؟ لو الكفتة النسيج بتاعها ما استواش قوي بتخليها تستوي كويس، وكمان بتخلي الطماطم والفلفل والبصل يتبلوا. لو عندك فلفل اخضر كمان او الوان هتحطي، هتبقى تحفة. بصوا هنا الصلصة كده اتسبكت وبقت جاهزة وتمام. يبقى انا كده الصلصة جاهزة، والمكرونة فاضل لها تكة، والكفتة خلاص برضو يا دوب البصل هيدبل كده وهيبقى طري شوية وهتبقى جاهزة عندي. حط لها بقى ملح، فلفل، بابريكا، شوية كركم صغيرين، شوية بهارات لحمة، هتديكي طعم هايل. انا بصراحة من ساعة ما انا جربت طريقة الكفتة دي وانا معتمداها. يلا بقى هنا نعمل شوية دقة للمكرونة. انا جوزي ما ينفعش يدوق المكرونة من غير ما يكون محطوط عليها دقة، ودقة كمان تكون حامية نار. حطيت هنا مية عليها شوية فلفل احمر، انا كنت طحناه وشايلاه في الفريزر جاهز، ونص معلقة من الثوم، وكمون وملح وخل. حطي بقى خل كتير على قد ما تقدري، الدقة بتحب الخل. هنا كانت ازازة الخل دي اشتكت من كتر من اللي بنعمله فيها، طلعت ازازة تانية. حطيت بقى الخل وقعدت اقلب كله مع بعض. احنا هنكتفي بالفلفل الاحمر ابدا، نحط معاه كمان شطة. قلبي بقى كده كله كده، هيبقى عندك احلى دقة جاهزة زي اللي بناخدها في المطاعم. نركن بقى الدقة دي على جنب وتعالوا علشان نغرف الاكل. بصوا بقى، انا اول حاجه نزلت الكفته دي، بتقدميها بتحطيها كده في الطبق، وبتحطي عليها الحاجات والصوص اللي احنا عملناه ده، البصل والطماطم بيتحطوا من فوق. يا جماعه لما هتدوقوها بجد هتعجبكم، وانا مستنيه اي حد يجربها علشان يقولي رايه. احنا بقى لينا هنا كنت بحط المكرونه عشان احط عليها الصوص واللحمه المفرومه. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي متنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا بقى هنا كده خلاص انا غرفت المكرونه اللي في الطبق الكبير ده، هي اللي بتاعه، فقال لي ما تحطيش فيها لحمه مفرومه خالص، صلصه بس. فانا حطيت الصلصه بقى هنا. بس ان يا جماعه يجي لي قلب ما احطلهوش لحمه مفرومه، لا 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 لا، لازم يدوق من الحاجات اللي انا بعملها. ميجيش قلب ابدا، وكتر في طبقه هو اكتر واحد. نرش بقى اللحمه المفرومه كده من فوق، وما اقولكوش على طعم الطبق ده بقى، انا بقيت بعمله كتير الفتره اللي فاتت من كتر حلاوته. حطيت له هنا معلقتين كده شويه صغيرين، قلت زي ما حطيت في الاطباق التانية نحط كمان في الطبق ده. وكده بقى عندك احلى واطعم غدا ممكن تعمليه. انت ممكن تكتفي بالمكرونه اللي محطوط عليها الصوص واللحمه المفرومه. الكفته دي بقى لو حد طلب زي حالتي كده، وبس كده.